السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل يا جماعة لكل عشاق النادي الأهلي، حصريا لكل جمهور النادي الأهلي العظيم. إن شاء الله إحنا امبارح كنا بنطالب الوزير أشرف صبحي اللي عاوزين جمهور الأهلي ما يبقاش في النهاية 20,000 يا جماعة. ده الوداد حجزوا 65,000 متفرج هناك في المغرب. النهارده الجهات الأمنية المصرية الداخلية وافقوا للنادي الأهلي على حضور 50,000 متفرج. أيوه 50,000 متفرج. لو حد بيسألني على الصوت، أنا أولادي بيلعبوا بلاي ستيشن، وان شاء الله بتكلم اللي النادي الاهلي جمهوره هيهز الملعب، هيهز الكيان. وهو اساسا الاهلي بصراحه بيلعب بروح الجمهور. لعيبه الاهلي يا جماعه بتموت نفسها في الملعب لما الجمهور بيهز المدرجات. ففعلا قرار صائب من وزاره الداخليه المصريه، احنا بنشكرهم عليه، لان احنا اللي يهمنا في الاول مصر يا جماعه. مصر العالم كله هيتفرج على المباراه النهائيه، هيتفرج على المباراه النهائيه. وانا عاوز كل الناس تشار الفيديو عشان احنا فرحانين، احنا فرحانين من جوانا. اللي 50,000 متفرج من جمهور النادي الاهلي هيزلزلوا المباراه، هيشعللوا المباراه ماتش الوداد. وان شاء الله اسم الاهلي يا جماعه، اسم الاهلي تقيل بيهز اي كيان. اسم الاهلي تقيل يا جماعه بيهز اي كيان. وان شاء الله لعيبه الاهلي رجاله في وجود جمهور النادي الاهلي العظيم هيهزوا المدرجات. فلعيبه الاهلي هتاكل النجيله يا جماعه. وان شاء الله الاهلي هيكسب ويفرح جمهوره، ومصر كلها تفرح، ومصر كلها تبات فرحانه. وان شاء الله الاهلي يجيب 11 للنادي الاهلي، افريقيا يا اهلي، ال11 يا اهلي، عشان خاطر جمهورك، عشان خاطر جمهور مصر، عشان من الاخر كده الاهلي اللي بيفرح الكره المصريه. انا راجل زملكاوي وبقول لك الاهلي سبب فرحه مصر في البطولات القاريه. هو رقم واحد في افريقيا، وهو رقم واحد في مصر. ولازم تقول الحقيقه. لو ما قلتش الحقيقه وتقول اللي يرضيك من ربنا، يبقى انت راجل ما تعرفش حاجه في كره القدم وما تعرفش ربنا. الاهلي سبب فرحه المصريين بصراحه، ونادي عالمي. كل الفرق بره في اوروبا يا جماعه تعرف النادي الاهلي يا جماعه. كل الفرق في اوروبا تعرف النادي الاهلي، وهو اكتر نادي راح كاس العالم للانديه. مفيش ولا ريال مدريد راح قد الاهلي، ولا اي نادي راح قد الاهلي كاس العالم للانديه. فان شاء الله احنا بنشكر وزاره الداخليه، وبنشكر وزير الداخليه، وبنشكر الوزير اشرف صبحي على التعاون. اللي حضور 50,000 متفرج من جمهور الاهلي ده بصراحه حاجه فرحت كل جمهور مصر. ان شاء الله بنوعد النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيوعد جمهوره اللي هو ياخد افريقيا ويفرح المصريين كلهم. وكلمه اخيره هقولها للنادي الاهلي: افريقيا يا اهلي، افريقيا يا اهلي.